سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. جيتكم اليوم فيديو جديده. هذا الفيديو هذه مخصصه لجميع الاسئله اللي طرحت عليا في الفيديوهات السابقه اللي حطيت لكم. انا حاولت هنايا نجمع الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف، وعلى الرغم من انني في كل فيديو كنحاول انني نجاوب على جميع الاسئله اللي كتكون مطروحه، ولكن شي مرات كيكونوا الاسئله يعني معاودين بزاف ديال المرات. داكشي علاش قررت انني ندير هذه الفيديو هذه باش نجاوب الاخوات اللي ربما نكون نسيت ما جاوبتش، اولا شفت انني جاوبت انسان اخر على نفس السؤال ونسيت ما جاوبتش يعني الشخص اللي صيفط لي السؤال الاخر. المهم دابا انا جيتكم باش نجاوب على الاسئله. راني كتبتهم في واحد لاجوندا كيف ما كتشوفوا. هنا جمعت 12 سؤال وهما الاسئله اللي بزاف تعاودوا يعني طرحوا بزاف ديال المرات. اول سؤال نبدا لكم بالنسبه للفيديو ديال اللي شرحت لكم فيه يعني كيفاش كتعمل آلة الغسيل. راه يمكن لكم ترجعوا تشوفوه الا بغيتوا. واحد الاخت سولاتني قالت لي شرحي لي الصندوق اللي كنوضعوا فيه مسحوق الغسيل والمبيض. انا غادي نمشي دابا للكوزينه غادي نوريها باش تشوف، وحتى الاخوات اللي بغاو حتى هما يشوفوا كيفاش نشرح لها الصندوق اللي كنوضعوا فيه مسحوق الغسيل والمبيض. بقاو معايا. هانتوما البنات راكم عارفين ان هذا هو المكان اللي كنوضعوا فيه المسحوق ديال الغسيل اولا السائل ديال الغسيل مع المبيض. انا غادي نجبدو باش نحاول نشرح لكم. بالنسبه للاخت اللي سولاتني، في هذا المكان هذا الكبير راه كيكون هنا على حساب كل آلة غسيل كتكون شي صوره هنايا، ولكن غالبا راه كيكون نفسه في آلات الغسيل كاملين. المهم LG بعدا راه عندهم بحال وحتى سامسونج. هانتوما كيكونوا 3 ديال هاد البلايص، هاد الاماكن هاد البلاصه الكبيره هي اللي كنوضعوا فيها المسحوق اولا سائل ديال الغسيل هنايا. يعني اما كتستعملوا مثلا اريال ولا اي نوع ديال مسحوق الغسيل اولا السائل كتوضعوه في هاد المكان اللي كبير. راه كيكون هنايا عنده هنا واحد بحال شي اناء وفيه هنايا 2 شريطات كما كيبان لكم. ما عرفتش واش يكون كيبان لكم بزاف ولا لا. بالنسبه للمكان الوسطاني اللي اغلبيه كيكون مختلف على هاد الالوان، كيكون هنا عندي انا بالزرق، يعني الالات الغسيل ديال LG كيكون عندهم في الزرق. سامسونج ما شفتش ولكن كيكون شي شويه مختلف، وحتى الشكل ديالو راه مختلف على هذا وعلى هذا. هذا كنوضعوا فيه المعطر، يعني معطر الملابس الا كنتو كتستعملوه. المعطر راه ماشي ضروري، ولا المرطب يعني لا سوبليسون حتى هو كنوضعوه هنايا. راه كيكون هنا داير بحال هذا الشكل هذا بحال وريضه. والمكان الثالث هذا هو اللي كنعملوا فيه المبيض اولا ماء جافيل، كنوضعوه في هذا المكان كيكون صغر من هذا. يعني ضروري في آلة الغسيل كتلقاو 3 ديال البلايص. كاين الكبيره المسحوق اولا سائل الغسيل، الوسطانيه غالبا انا كنقول لكم غالبا ولكن تقريبا 90% من الآلات ديال الغسيل كتكون هذه الوسطانيه كنعملوا فيها اما لا دوسيسون هذاك اللي كيرطب الحوايج وكيعطرها اولا المعطر. وهنا كنوضعوا اوز دو جافيل يعني ماء جافيل اولا يعني الكلور المبيض. انا غادي نردو، شوف كيدير نردو. المهم ما غاديش يجيني على يدي دابا ولكن ماشي مشكل. المهم غادي نحاول نردو من بعد باش ما نضيع لكمش الوقت. بالنسبه للسؤال الثاني البنات كان حتى هو على آلة الغسيل فيه كميه المسحوق. واحد السيده سولاتني قالت لي شحال كميه المسحوق اللي كتوضعي. انا شخصيا ملي كناخذ بيل هذاك اللي وريتكم اللي كنغسل به الحوايج مسحوق الغسيل كيجي معاه هاد الاناء هذا كيكون فيه هنايا دوزي فيه العبارات 188 ملل 125 و 63. نتوما اي يعني الا شريتو مسحوق الغسيل اللي كيكون يعني على شكل مسحوق راه كتلقاو دائما فيهم هادو لداخل. الا شريتو يعني هذاك الليكيد راه كتعبروا بالغلاقه ديال القرعه. غير هو العبار انا كشخص ملي كنعمر يعني الماكينه 6 كيلو كنوضع هذه كنعمرها حتى ل 188 ملل يعني كامله كنعمرها وكنوضعها. الا درت قل ديال الحوايج كندير 125 ملل يعني تقريبا نص ديالها. نتوما من الاحسن البنات شوفوا في الباكيه ديال المسحوق اللي كتستعملوا بيل ولا اريال ولا اومو ولا اي نوع اللي كتستعملوه، شوفوا راه كيكونوا اللور رسمين مثلا ماكينه ديال التصبين وشحال خاصكم ديروا من هذا الاناء هذا اللي كيكون لداخل. يعني نتوما حاولوا ما امكن تشوفوا شنو كاين في الباكيه حيت كل مسحوق كيختلف يعني الكميه اللي كتوضع.
المهم نتمنى انني نكون جاوبت السيده اللي سولتني هذا السؤال. واحد الاخت اخرى سولتني اش من بروغرام اللي ندير الا بغيت نرقدهم في الماكينه. انا نشرح لك. انا بالنسبه للماكينه اللي عندي ال جي ما كنضلش فيها الترقاد، ولكن فيها هاد لوبسيون بري لافاج. انا غادي نقرب الكاميرا، نحاول نقربها باش تبان مزيان. هنا نتمنى انها تكون باينه. هنا كتكون مكتوبه بري لافاج، يعني بري لافاج بالنسبه للحوايج اللي كيكونوا موسخين بزاف كتوركوا على هاد بري لافاج، عاد كديروا البروغرام اللي بغيتو، يعني واش البروغرام ديال الملابس البيضاء اولا الملابس الملونه اولا الملابس المختلطه. هاد بري لافاج يعني بحال اللي كنقولوا كيدير لهم واحد الغسله اوليه حيت كيكونوا موسخين بزاف، وعاد كتبدا الماكينه عاوتاني تغسلهم، يعني تصبنهم بالبروغرام اللي اختاريتو. هاد بري لافاج راه غتلقاوها في اغلبيه ديال الات الغسيل. بري لافاج راه هي يعني بحال اللي كترقدوا، لانها كتصبن وكتعاود تصبن التصبينه الثانيه، ولكن زعما هنايا الترقاد انا ما جاتني هي دي اللي كاينه هنايا. صافي هادو هما الاسئله اللي جاوني على آلة ديال الغسيل. نبقى في الكوزينه حيت جاني واحد السؤال اخر في الكوزينه، عاد غادي نمشي نجاوب على الاسئله الاخرى. فيها شنو نوع لاوت اللي عندك واش مزيانه؟ انا غادي نقرب من لاوت وغادي نجاوبكم. البنات كما كتشوفوا انا كنصور لكم لاوت. انا لاوت اللي عندي من نوع ويربول. انا غنقرب نشوف واش تبان لكم السميه مزيان. ها هي، كنظن انها واضحه. بالنسبه ليا انا مزيانه لاوت صراحه. انا ما كنستعملهاش بزاف، ولكن مثلا ملي كنقلي الحوت اولا مثلا لي فخيت، خصوصا ملي كنقلي وما كنبغيش ان الريحه تبقى لي في الكوزينه وتمشي للصالون، كنستعملها بهذه الطريقه هذه. راني شاده الكاميرا غادي نوريكم. كتشعل من هنا، ها هو شعلتو، ومن هنا كديروا السرعه اللي بغيتو. ها انتم سمعتوا من هنا كتمتص البخار. هانتوما كاين فيها رقم 1 يعني السرعه اللي كتكون قليله، رقم 2 ورقم 3 كتكون يعني مجهده بزاف كما كيبان لكم. المهم انا بالنسبه لي هذه مزيانه، ولكن راه كل ماركه وكيفاش يعني كيفاش الطريقه ديال العمل ديالها، ولكن انا بيني وبينكم ما كنستعملهاش بزاف. ودابا راه كما شفتوا وريتكم يعني السؤال، جاوبت على السؤال ديال لاوت وعلى الاسئله المتعلقه بآلة الغسيل. نشوف لكم الاسئله اللي بقات. واحد السؤال حتى هو على الميكروويف اولا ميكرووند ديال ال جي. واحد السيده سولاتني قالت لي واش يمكن لك تشرحي لي يعني كيفاش كيخدم الميكرووند ديال ال جي. للاسف انا ما عنديش ميكرووند ديال ال جي، ولكن بغيتك اختي ما صراحه ما عقلتش على الاسم. هي اللي كانت غتشوف دابا الفيديو راه غادي تعرف هي راسها. تشرح لي ان نوع من الميكرووند، يعني شنو الموديل ديالو، حيت ملي مشيت كنقلب ليها في انترنت، مشيت نقلب في انترنت باش نعطيها شرح يعني مفصل على كيفاش كيخدم الميكرووند ديال ال جي، وبغيت نتيليشارجي هذيك لافيش تكنيك ديال البروغرام باش نشرحوا ليها، ولكن ما عرفتش شنو يعني انا موديل اللي عندها، لان ميكرووند ديال ال جي اولا سامسونج او اي ماركه اخرى فيهم لي سيري يعني كيكونوا لي موديل. فانا كنقول لها يعني من هنايا من هذا الفيديو حاولي تكتبي لي غير الاسم ديالو بالضبط، يعني ال جي وشنو الموديل اللي حداه، باش ديك الساعه ان شاء الله غنقلب لك على الشرح ونشرحه لك. سؤال اخر اللي كيتعاود دائما واللي جاوبت عليه بزاف ديال المرات هو علاش ما درتش الحجاب. البنات انا كنت جاوبت بزاف ديال المرات على هذا السؤال هذا. كنت قلت لكم ان شاء الله الله يهدينا كاملين وندير الحجاب يعني بجميع القواعد ديالو. وكما كنت شرحت لكم قلت لكم انا دايره يعني فولار اللي ساتره به شعري فقط، يعني ساتره راسي كلبس طويل وصافي، يعني ماشي دايره الحجاب. ما نقدرش نكذب على راسي ونقول انني دايره بصح يعني حجاب بقواعد ديالو، ولكن ان شاء الله الله يهدينا كاملين ونديرو. سؤال اخر، حيدتي لي باك واش كديري شي حاجه في فمك؟ بالنسبه للسيده او الاخت اللي سولتني هذا السؤال ديال حيدت لي باك واش كندير شي حاجه في فمي، انا جبت ليها باش نشرح ليها.
منين كنحيدوا لي باغ على حسب كل واحد والحاله ديالو. انا راه كنت قلت لكم من قبل، انا زعما غتضحكوا عليا الا قلت لكم ما كان عندي حتى مشكل في الاسنان، سناني كانوا بحال هكذا، يعني ما كانش عندي مشكل، غير انا قلت زعما خاص الابتسامه تكون حسن من هكذا، انا بغيتهم يكونوا حسن من اللي هما يعني الشكل ديالهم الاول. ومنين مشيت عند الطبيبه منين دارت لي الراديو قالت لي راه ما عندكش مشكل في الاسنان تماما، راه غير الا بغيتي نقاد لك العظه مزيان باش زعما هذا الفك ينطبق مزيان على هذا الفك، اما هو راه ما عنديش مشكل في الاسنان، ما كانوش عندي زعما شي سنه هكذا خارجه ولا شي وحده داخله ولا شي، ما كانش عندي كاع الحمد لله داك المشكل. هانتوما انا خرجت لي هذه كتسمى لا كونطونسيون، كتجي بهذا الشكل هذا، ها هي هاد لا كونطونسيون هذه بالنسبه للناس اللي مثلا كان عندهم مثلا تشوه في الاسنان السفليه والعلويه، غالبيه الوقت طبيب الاسنان كيعطيهم جوج ديال لي كونطونسيون، كيعطيهم واحد كيركبوه في الليل ملي كيبغيو ينعسوا في الفك العلوي يعني في الاسنان العلويه، وواحد كيتركب في الاسنان السفليه. علاش؟ حيت في الاسنان العلويه حنا دائما فاش كنعسوا اللسان ديالنا كيدفع هاد الاسنان من هنا، ويعني الناس اللي كيكونوا يعني من قبل كانوا عندهم سنانهم هذا الفك خارج، واخا يصاوبوا لي باغ واخا يحيدوهم ويتصلحوا لهم السنان، الا ما بقاوش كيديروا هاد لا كونطونسيون هذه في الليل باش ما حيت هذه كتمنع ان اللسان يدفع السنان القدام، راه غادي يرجع لهم اسنانهم كيف ما الحاله الاولى. وبالنسبه للسنان التحتانيين نتوما كيعطيوهم الطبيب داكشي، انا عطاتها لي الطبيبه قالت لي غير باش ما يتهرسلكش ديك لو فيل، كاين واحد لو فيل كونطونسيون لا كونطونسيون ما عقلتش بالضبط على لو تيرم، راه دايره ليا هنا في اللور، هاد لو فيل هو اللي كيخلي السنان هكا مجموعين مقادين. هي قالت لي بقاي ديري هذه في الليل واحد 3 شهور، كاينين الناس اللي كيوصلوا حتى العام هما كيديروها، كاينين الناس اللي كيبقاو افي يعني دائما خاصهم يديروها، انا قالت لي غير واحد 3 شهور على ما ترجعي عندي صافي ما تبقايش ديريها، يعني هادشي اللي كيدير طبيب الاسنان، ولكن كل حاله كتبقى عندها علاج يعني خاص بها، ما كنعمموش على الحالات كاملين. سؤال اخر، واقي الشمس بالنسبه للبشره الدهنيه. ديك النهار فاش كنت درت لكم فيديو على واقي الشمس اللي كنستعملوا ديال فيشي وديال لا روش بوزي، كنت سمحوا لي ديال اورياج، هادوك اللي كنت وريتكم يعني مناسبين للبشره ديالي العاديه اولا الحساسه، يعني البشره عاديه والحساسه، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه انا كنقول لهم من الاحسن كتمشي عند لا فارماسي ولا كتمشي عند بارا فارماسي وكيعطيك واقي الشمس اللي هو ادابتي ولا هو موالم للنوع ديال البشره ديالك، لان الا مشيتي درتي واقي الشمسي ديال البشره عاديه اولا الجافه اللي كيكون يعني بالتركيبه ديالو مرطب، غادي يزيد يرطب لك انت هذيك البشره الدهنيه، وغادي يزيدوا هذوك الافرازات الدهنيه اللي كتسبب في البثور وفي النقط السوداء وهذاك الشيء كامل، يعني لي زامبيرفيكسيون ديال البشره. من الاحسن غادي تمشيو عند اختصاصي وهو غادي يعطيكم واقي الشمسي اللي يصلح لكل نوع من البشره. نتمنى انني نكون جاوبت على هذا السؤال. سؤال، بشحال صاوبت منظم الاحذيه؟ اين نوع من الخشب؟ نمشيو نشوفوا منظم الاحذيه اللي هضرت عليه بزاف ديال المرات وشفتوه في الفيديو، ولكن ماشي مشكل نمشيو نشوفوه ونعاود نشرح لكم. ها هو منظم الاحذيه البنات اللي كنت تكلمت لكم عليه في فيديو سابق، كانت قام عليا ب 5500 درهم، كان قال لي النجار بكثر كان قال لي ب 6000 درهم وبقينا معاه خلاها لينا ب 5500. بالنسبه لنوع الخشب كيتسمى لو بوا لاتي ماشي الام دي اف البنات، باش نعاود نشرح لكم كاين فرق بين الام دي اف، حيت شحال من بنت قالت لي لا وراه طاح عليك غالي بزاف وراه كاينين في كيتايا وفي ايكايا بقل منه من الثمن، راه ماشي نفس الشيء البنات، ماشي نفس الشيء هذا، راه لو بوالاتي. لو بوالاتي كيكون بحال الخشب، يعني الصح ديالو كيكون ديال الخشب ولكن كيكون في اللون اللي اختاريته، يعني بحال دابا انا اختاريته في البيض، وهو ما كيكونش ام دي اف، كيكون خشب، وهو كيعطي هاد لو ديزاين اولا هاد الشكل ديال الام دي اف، هو راه ماشي ام دي اف، داكشي علاش كيكون شويه غالي على الام دي اف، غير باش نصحح المعلومه للبنات. وهنا سؤال اخر، بزاف ديال البنات طرحوا عليا هذا السؤال بزاف ديكور داري شنو خصني نبدل فيه، خصوصا بالنسبه لهاد لي فوطوي هادو اللي جالسه انا عليهم.
بقاو كيقولوا لي علاش درتيهم في الموف والصالون عندك في الباج، يعني ما كاين حتى شي علاقه بالالوان، خاصك تبدليهم. هذا اللون هذا ما عجبهمش، جاهم هذا الموف هذا ما زوينش. انا نشرح لكم. هي الصراحه بصح وما عندهم الحق، لان راه الانسان خاصو ضروري ياخذ نصائح الناس. انا بصح مابقاش عاجبني في الموف. علاش؟ لان الموف بعيد بزاف على اللون ديال الصالون اللي عندي، يعني الصالون التقليدي اللي عندي فيه الباج والاحمر. ولكن اللي بغيت نشرح للبنات راه ماشي حتى خيط الصالون عاد صوبت هادو، راه في الاول قبل بشحال هادي كان هاد اللون هاد الحيط هذا اللي كيبان لكم هنا في الدوغي، كان عندي كنت دايراه في الغوز، واحد الغوز بارد حتى هو بنفس الصباغه ديال الياقوت. ومنين كنت دايراه بالغوز داكشي علاش خديت ليه كنابي صوبته في الموف، لان الموف قريب اللون ديال الحيط. هذا من جهه. من جهه ثانيه هاد الكنابي هذا صوبته قبل ما نصاوب الصالون، يعني داكشي علاش اختاريت اللون ديالو. كان عندي الصالون ديك الساعه باقيه ما صاوبتوش، يعني مازال ما عارفه شنو غادي ندير فيه في الالوان. خديت هذا في الموف مع هاد لو بيستاش وهاد لاسورتيمون زعما هاد لي كولور اللي ماشيه معاه، وجاني ديك الساعه كان موالم مع الحيط ومزيان. ولكن من بعد منين خيط الصالون بالباج والاحمر جاني هذا الفرق كبير، لان هذا خاصو تماما يجي تابع للون ديال الصالون. وهذه صراحه نصيحه انا غادي ناخذ بها، لان انا براسي عارفه ان الصالون عندي فيه الاحمر والباج، فالموف ما عندي حتى شي علاقه معاه. ولكن ان شاء الله مع الوقت غادي نبدلو، حيت ما نقدرش نبدل دابا الصالون كامل، غادي نبدل هذا اللي ساهل باش يتماشى نيت مع اللون ديال الحيط اللي عندي في هذا اللون هذا في لو دوغي. شنو اخر؟ واحد السؤال اللي توا تطرح عليا بزاف خصوصا ملي درت الفيديو ديال الشقه اللي خدات ماما وبابا، بقاو كيسولوني الناس على فين جات والثمن ديال المتر. كتبت لهم وجاوبت، ولكن ما فيها باس انني نجاوب هكا مباشره باش الناس اللي ما شافوش يعني الجواب ديالي على السؤال في التعليقات يشوفوه دابا. الدار اللي خداوها فين؟ في ساله جديده، حتى انا كاينه في ساله جديده. بشحال شراو الدار وهما خداوها ب 8500 و 200 درهم المتر بحال هكا. المهم هي فايته 8500، ولكن واش 8500 و 250 ولا 8500 و 200 ولا 60 ولا ما بقيتش عاقله بالضبط، ولكن في حدود 8500 و 250 بحال هكذاك المتر كاري. والمساحه اللي فيها 87، يعني جاتهم هكا بشي 73 مليون. عاد كتزيد عليها بطبيعه الحال الفخا ديال النوطير. الفخا ديال النوطير كيطيحوا هنا شويه في الرباط، وهذا يعني المدن الكبار كيطيح شويه غالي، طاحت عليهم بشي 5 مليون ونص تقريبا ديال النوطير. يعني هذا هو باش نكون جاوبت على السؤال اللي بزاف ديال الناس عجبتهم الشقه وبغاو يعرفوا يعني الاثمنه. والاثمنه كيبقاو على حساب كل ريزيدونس بشحال، كل على حساب لا فينيسيون، على حساب الشركه، على حساب لا سوبرفيسي، على حساب واش بزاف يعني بزاف المعايير. المهم هادو هما المعايير اللي الوالدين ديالي خداو بهم هذيك الشقه. ديك اخر سؤال باش غادي نسالي الفيديو. علاش كنخدم والقناه ما بغاتش تكبر؟ هذا السؤال بزاف ديال الاخوات اللي كتعجبهم القناه طرحوا عليا السؤال، قالوا لي علاش كتخدمي وكديري مجهود وكتعطينا يعني افاده ولكن القناه ما كتكبرش. للاسف انا ما عنديش الجواب. يعني شنو غادي نقول لكم؟ ربما انا يعني من استنتاج ديالي اللي درت وانني كنشوف قنوات في اليوتيوب ويعني وكنشوف المحتوى ديال القنوات، كنلقى ان العرب بصفه عامه، حنا العرب بصفه عامه، يعني القنوات اللي كتفيد او المواضيع اللي كتفيد ما كتعجبناش بزاف، اولا ما كتثيرش الاهتمام ديالنا بزاف قد المواضيع اللي كتكون فيها شويه ديال الفضول كيف ما كنقولوا. بحال دابا مثلا شحال من يوتيوبرز مثلا تقدر تقول لك ماما مشيت عندها هادي درت هادي. الناس كتخلق عندهم ديك لا كيوريوزيتي اولا داك الفضول باش يدخلوا يشوفوا شنو كاين، وخايف حتى ذاتها ما غاديش تقول شي حاجه اللي غتفيدهم او شي حاجه اللي تقدر تجيب لهم شي حاجه، لا، ولكن غير عندهم ديك الفضول انهم يعرفوا شنو كاين. انا ما كان بيني وبينكم ما كنبغيش يعني نتقاسم حياتي الخاصه جدا، يعني لي زانتيميتي ديالي ما نقدرش نتقاسمهم. كنتقاسم معكم شي حوايج ديالي، مثلا مشيت لشي بلاصه ماشي باش نوريكم انني مشيت ليها، ولكن باش على الاقل تاخذوا فكره على داك المكان. الا بغيتوا تمشيو ليه على الاقل تكونوا شفتوا صوره كيفاش داير مثلا، اولا بحال دابا الفيديو ديال
مثلا كيفاش كنحضر الفطور ديال العيد، تاخذوا غير افكار، مثلا تشوفوا الناس كيفاش هذا الشخص هذا كيحتفل بهذه الطريقه هذه. يعني ماشي باش انا نتكلم على راسي، ولكن كنحاول انني يعني نجيب لكم شي حاجه اللي تقدر تاخذوا منها شي فكره. هذا هو المحتوى ديال القناه ديالي، وان شاء الله يبقى دائما بحال هكذا. كنحاول ما امكن انني في اي فيديو نوصل شي فكره اللي تقدر تفيدكم، ماشي غير تدخلوا تشوفوا وتخرجوا تلقاو راسكم ما شفتوا حتى شي حاجه اللي مهمه. يعني تدخلوا تشوفوا كاع فيديو فيه 30 مينوت ولا اكثر، وتبقاو تشوفوا في الاخر تخرجوا مع غير فضول ان هذيك الشخص شنو مشى شنو دار شنو هذا. انا بالنسبه ليا ما زعما ماشي هكذا كنفكر، وماشي هكا بغيت القناه توصل. وخصوصا ان ملي كتكون فيديو مفيد راه واخا ما غاديش غيتشاف اليوم وغيتشاف غدا، يقدر يتشاف من هنا عام من هنا عامين. ولكن فيديو اللي كنعاود فيه انا غير على شي حاجه ماشي مفيده، اولا غير شي حاجه انا درتها في هذاك النهار هذاك، راه ما عاديش انسان واحد اخر غادي يعاود يمشي يشوفها من هنا عام اولا عامين، صافي ما غتكونش عندها واحد الافاده. كان ديك الفضول في هذيك اللي بقيت نشوفها ابخي ما كتوليش مفيده بزاف. المهم كانوا هذوما يعني اغلبيه الاسئله اللي طرحوا عليا بزاف، واللي حاولت انني نجاوب عليهم في الفيديو. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ما كانش طوال على قلوبكم. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش بالنسبه للاخوات الجديدات اللي اول مره يشوفوا القناه انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك، كذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للاخوات الوفيات ما تنساونيش بالتعليقات والاسئله ديالكم، وكنتمنى لكم امسيه طيبه.